وبولاية برج بوعريريج نظمت جامعة البشير الإبراهيمي فعاليات الملتقى الوطني الأول حول الرصيد الأرشيفي الجزائري العثماني بين 1816 و 1830 بمشاركة باحثين ودكاترة من مختلف الجامعات الوطنية. وأكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف الذاكرة الوطنية وهذا بهدف الاستفادة من الأرشيف الذي بحوزة المؤرخين. تغطية لعبد المالك رفيس. الجزائر كان لها الباع الطويل في الفترة العثمانية أو ما يسمى بالفترة العثمانية، لأن يجب أن ربما نغير المصطلح ونقول فترة الدولة الجزائرية الحديثة التي نشأت في ذلك الوقت عندما توحدت الجزائر تحت سلطة واحدة وبمعالمها التي نعرفها اليوم بحدودها وكذلك بسيادتها الخارجية. الجزائر كانت من بين ولايات الخلافة العثمانية وتميز بقوة الأسطول البحري الجزائري الذي تمكن من ربط علاقات خارجية مع دول أوروبا سواء في الجانب السياسي والدبلوماسي أو العسكري أو الاقتصادي والاجتماعي. اليوم بجامعة البشير الإبراهيمي في هذا الملتقى العلمي المتعلق بالأرشيف الوطني وعلاقته بالدولة العثمانية والحكم العثماني، ولعل السيد رئيس الجامعة يسعى بطبيعة الحال في كل مناسبة في محاولة تقديم الإضافة العلمية والحقيقية لمحاولة فهم تاريخ الجزائر.